أحلى ريحة في صباح العيد بغرير سخون مع العسل والزبدة. وصفة اليوم بغرير تقليدي جزائري بين قوسين جيجلي بطريقة بسيطة والنتيجة تفتح النفس. إلا كان تحبي البغرير يكون خفيف ومليان ثقوب هذه الوصفة راهي ليك. أيا وإذن معايا نحضروا البغرير تاع العيد كما كانت ديرو جداتنا. إذا هنا أول شيء نحطو السميد، عندي 3 كيلات نتاع السميد عادي، نحطلو نحطلو الملح كما متعودين نملحو. وهنا راح كل كيلة راح نحطلها 2 مغارف كبار نتاع الزيت النباتي. هنا حبيت نقولكم باللي كمية السميد هي كيلو إلى كيلو و200 غرام. هنا نخلطو هذه المقادير مليح باليدين حتى هذاك السميد نتاعنا يتغلف بهذاك الزيت. نجيبو هنا كل كيلة رايحة نحط لها مغرف كبيرة نتاع الحليب المجفف، وعندي مغرف كبيرة نتاع السكر العادي، ومغرف كبيرة نتاع الخميرة الفورية. نجيبو هنا الماء يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد، ونحطو ونبدا نخلط. هنا علاش حطيت الحليب المجفف؟ الحليب المجفف رايح يعطي لي خفه لهذا البغرير نتاعي، وزيد رايح يعطي له لون شباب، لون محمر، وثاني الزيت رايح يعطي له واحد الخفه. هنا رايح نبدا نخلط هذه المقادير مع بعضها مليح حتى يعني هذوك المقادير يتجانسوا بالبيا. هنا كما شفتوني نعت لكم القوام نتاع العجينه كما تاع الكسره، يعني ما يكونش طالق روحو بزاف هاد العجينه نتاعنا. نخلط مليح اذا المقادير ونغلفهم في اون ساشي ونخليها ترتاح واحد النص ساعه، ومن بعد نرجع ليها كما راكم تشوفوا ونبدا نعجن هكذا بيدي. ما رايحاش نعجن بزاف، ما نحتاجش باش نعجن. هنا البغرير نتاعي بين قوسين انا البغرير تاعي جبتوه للمبتدئات واللي ما يحبوش يعني العجين بزاف. هنا البغرير تاعنا ما رايحش يحتاج باش نعجنوه بزاف. هنا عجنته واحد 5 دقائق ورايحه نبدا نحط الماء كما شفتوني. نفرغ واحد العبوه او قاروره تاع الماء اللي فيها إطرة ونص، نفرغها هنا في هاد الصحن ونخليه بجيه. بالنسبه للماء هنايا ما راحش نحتاج باش نسخنه ولا ندفيه. هنا من الحنفيه ديريكتومون الماء يكون عادي، ما يكونش بارد بزاف وما يكونش دافي. هنا مادام الجو راهو دافي ما نحتاجش باش ندفي الماء تاعي. الا كان كنتي في فصل الشتاء وكان الجو بارد تحتاجي باش تدفيه شويه. هنا رايحه نبدا نعجن في هذه المرحله. نضيف الماء بالتدريج، نضيف بشويه، ما رايحاش نكثر الماء من حين لاخر، وما رايحاش نضيف الماء حتى نشوف بلي هذيك العجينه تاعي راهي شربت لي الماء. ما نقدرش نضيف الماء مره ثانيه حتى نشوف بلي هذاك الماء راهو شربوا العجين نتاعي هكذا باش البغرير تاعي يكون لي ناجح. وبيان سور كي نعجن رايحه نقطع. البغرير يحب يتقطع، اي عجينه اللي تكون فيها الخميره الفوريه لازمها تتقطع بيان سور هكذا باش تجيني يعني البغرير تاعي يجيني خفيف وطري وما يجينيش الاستيكي. هنا اذا كما راكم تشوفوا نعجن مليح البغرير نتاعي. ما تخافوش العجينه يعني سهله بزاف، طريقه سهله، وراني نعت لكم هكذا بلي ديتاي، ما حباش نقطع بزاف الفيديو هكذا باش تستوعبوا الفكره. هنا بالتدريج ومن حين لاخر نحط الماء ورايحين تشوفوا باللي العجينه تاعي القوام تاعها بدا يتغير لي، بدات لها هذيك العجينه تاعي تطلق روحها وبدا اللون تاعها يتغير يرجع بيض كما راكم تشوفوا. وهكذا نبقى غير نعجن ونقطع العجين تاعي مليح كما راكم تشوفوا. انا العجينه تاعي رجع لي القوام تاعها سائل. هنا في هذه المرحله كما راكم تشوفوا راني نعمل هكذا ونقطع، نحرص دائما باش نقطع العجين تاعي هكذا. ورايحه نكمل حتى يعني راح نبقى غير نعجن ونضيف الماء حتى نكمل كميه تاع الماء تاعي كامل كما راكم شفتوني. خلاص
كملت الكميه تاع الماء تاعي، ما راحش نزيد نضيف. وهذا هو القوام تاعي تاع البغرير تاعي، راح يكون بهذا القوام. بصح ما رايحاش نطيبوه هكذا، اكيد كي نجي نطيبو راح نزيد نضيف له كميه تاع الماء. انا برك رايحه نخليه يرتاح بهذا القوام. صاي كملت العجين نتاع البغرير تاعي وكملت الكميه تاعي تاع الماء اللي شفتوني حطيتها. هنا رايحه نفرغو في جفنه ولا باسينه كيما عملت انا رايحه نحطو في هذه الباسينه ونغطيه ونخليه يرتاح. هنا انتي وما حبيتي تقدري تخليه من نص ساعه لساعتين 3 سوايع، انتي وما حبيتي. الا كان ما كانش عندك يعني كان عندك شغل تقدري تخليه هكذا من الصبح حتى العشيه، ما راح يصرى له والو. وهنا كما راكم تشوفوا بعد نص ساعه رجعت ليه لقيتو هكذا هذوك الفقاعات. هذا دليل على انه البغرير تاعي راح يكون لي خفيف وفيه ثقوب. وهنا في هذه المرحله رايحه نضيف له البيض. هنا بالنسبه للبيض انت وما حبيتي، انا ما نحبش نكثر بزاف البيض في البغرير نتاعي، نحط برك 2 حبات مع بياض، وهذاك الصفار رايحه نحتاجو فيما بعد. هنا نخلط مليح، لازم هذاك البيض يتخلط مليح مع هاد البغرير نتاعي هكذا. راح نخلط مليح مليح ونزيد نضيف ساشي نتاع الخميره الكيميائيه. ضروري جدا تضيفي له الخميره الكيميائيه باش يجيك خفيف وهشيش هاد البغرير نتاعك. انا نضيف له برك ساشي، كاين اللي يضيفوا له حتى 2 ولا حتى 3 نتاع الخميره الكيميائيه. والبيض تقدري تزودي كثر، انا ما نحبش نكثر بزاف البيض في البغرير نتاعي. البيض يعطي واحد اللون للبغرير نتاعي ويزيد له البنه ويجي تاني خفيف. هنا بعدها رجعت انا رايحه نطيب، وصلت يعني المرحله باش نطيب البغرير نتاعي. هنا عندي الطاجين الخاص بالبغرير بيان سور. بعد ما نظفتو شعلت النار. انا هنا راح نطيب على الطابونه. النار تكون متوسطه، ما تكونش قليله وما تكونش قويه بزاف. وكي يسخن لي الطاجين لازم نسخن له بالبيا. راح نجيب هذاك صفار البيض نحط له قطره تاع الماء برك، نخلط مليح ورايحه نمسح بالطرف بيان سور يكون نظيف، الطرف نتاع الكوطون، ونمسح هذاك البيض للطاجين تاعي هكذا باش ما يلصقليش البغرير في الطاجين. ورايحه نحط كيما شفتوني نخلط الخليط نتاعي ونحط قيس 2 غرارف ونمشي مليح ونخلي البغريره تاعي حتى تنشف لي. هنا ماشي بمجرد ما تنشف لك البغريره رايحه تنحيها، رايحه تخليها حتى تاخذ لك لون. انا نحب البغرير تاعي يكون يعني محمر هكذا، راح يكون اي شهي. وراح نزيد حبه اخرى نشاركها معكم هكذا. اذا بهذه الطريقه نحط قيس 2 غرارف ونمشي مليح ونحاول كيفاش ندير البغريره تاعي تكون دائريه الشكل ونخليها طيب لي حتى يعني تنشف. هنا كما راكم تشوفوا فيها ثقوب، يعني البغرير تاعي راه ناجح 100%. انا تبعت هذه الطريقه التقليديه من بكري الاجداد تاعنا. هذا هو البغرير تاعنا تاع جيجل يحضروه بهذه الطريقه. انا صراحه ما نحبش البغرير تاع الميكسور ولا تاع الاشوا، انا نحب البغرير التقليدي اللي نحضروه برك بالسميد، ما نضيفولو ني فرينه ني والو، ونعجنوه بيدينا ونطيبوه عادي وراح يكون بزاف ناجح وبنين. يعني ما تخافوه ما والو، كل مبتدئه رايحه يعني لو كان تتبعوا كل المقادير تاعي وكل الخطوات رايحين تنجحوا في هذا البغرير ورايحين تحضروه في الاعياد نتاعكم في المناسبات ورايحين تستمتعوا بالذوق الرائع. هذا هو البغرير نتاعنا خرج ناجح 100%. تقدروا تعتمدوا هذه الطريقه. المهم البغرير تاعي راه واجد وحاضر ورايحين تشوفوه في طبق التقديم. قبل ما تشوفوه في طبق التقديم الا كان هذه الطريقه في تحضير البغرير نالت اعجابكم اعتمدوها وما تخافوهاش، ما راكمش رايحين تندموا ابدا. المهم اذا كان وصلتوا لهذه المرحله من الفيديو تقدروا تشاركوا هذا الفيديو مع الاهل والاحباب. سلام.